السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا ليصلكم كل جديد. ملعب 19 ماي 56 900 وألف، آخر صور المدرجات المغطاة، مقابلتان قبل الشام في شهر ديسمبر. مديرية الشباب والرياضة بعنابة تحضر لجاهزية ملعب 19 ماي، مقابلتان بالجمهور قبل الشان، واحتمال كبير أن يحتضن الملعب لقاء للمنتخب الوطني المحلي وآخر لفريق اتحاد عنابة. بيع التذاكر سيكون إلكترونيا مع ولوج الجمهور عبر البوابات الأوتوماتيكية الجديدة للملعب. تم القضاء على مشكلة ركود المياه باعتماد نظام الصرف أرضي، حيث ورغم تساقط الأمطار إلا أنه لم تسجل مساحة بها مياه. تشغيل نظام الحماية عبر كاميرات المراقبة عالية الجودة المثبتة داخل وخارج الملعب، بمعنى لا وجود لأعمال شغب أو تكسير الكراسي. المخارج الجديدة للملعب تمكن من إخلاء الملعب في 15 دقيقة، بالإضافة إلى استحداث مراكز للحماية المدنية في جميع أرجاء الملعب، وتهيئة الحظيرة الخارجية لتستوعب 5000 مركبة. دعمونا باشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس كي إن يصلكم أعجبك كل جديد. الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.